السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا قربوا واسمعوا الحكاية دي. حكاية عن كنز من نوع خاص جدا، كنز عجيب كل واحد فينا بيمتلكه، بيتوهب لينا كده كل يوم الصبح، وأغلى من كنوز الذهب والياقوت. بس الغريب والعجيب إن أغلبنا بيضيعه من إيده وهو مش حاسس. يا ترى إيه هو الكنز ده، وإزاي ممكن نسترده تاني؟ خليكم معانا عشان نعرف سر الحكاية. بصوا بقى، تخيلوا معايا كده لو كل واحد فينا عنده حساب في بنك، بس مش أي بنك، ده بنك سحري. كل يوم الصبح أول ما الساعة تيجي 12 بالدقيقة، البنك ده بيحط في حساب كل واحد فينا 86,400 قطعة ذهب. لكن في شرط واحد بس وغريب: أي قطعة ذهب ما تتصرفش خلال اليوم بتتسحب منك بالليل وما بترجعش تاني أبدا. الحقيقة إن ده بالظبط اللي بيحصل معانا كل يوم، بس بدل الذهب كل واحد فينا بياخد 86,400 ثانية. ثروة مهولة بتختفي وتتبخر مع نهاية كل يوم. حكايتنا النهاردة أو الخريطة اللي هنمشي عليها جاية من كتاب كلاسيكي عبقري اسمه كيف تعيش على 24 ساعة في اليوم للمؤلف أرنولد بينت. الكتاب ده هو اللي بيكشف لنا ازاي نلاقي الكنز اللي بنتكلم عنه ده ونحافظ عليه، ولأن زي ما المقولة دي بتقول، الوقت هو المادة الخام اللي بنشكل بيها حياتنا. بالوقت كل الأحلام ممكنة، ومن غيره مفيش أي حاجة ممكنة أصلا. طيب يلا بينا نغوص أكتر في تفاصيل الحكاية، وأول فصل فيها اسمه المعجزة اليومية. لأن ال 24 ساعة اللي بتجيلنا كل يوم دي هي فعلا معجزة بكل المقاييس. وأجمل حاجة في المعجزة دي إنها ديمقراطية جدا، مفيش حد بياخد ثانية زيادة عن التاني. الغني زي الفقير، الكبير زي الصغير، كلنا متساويين تماما قدام الثروة اليومية دي. طب إيه اللي بيخلي الوقت ده كنز فريد من نوعه قوي كده؟ فكروا فيها معايا. الفلوس مثلا ممكن نستلفها أو نحوشها، صح؟ لكن الوقت لأ. محدش يقدر يحوش ساعة من النهاردة ويقول هستخدمها بكرة لما تزنق، ومحدش يقدر يسرق منك وقتك، ده ملكك انت لوحدك. والأهم من كل ده إنه بيتوزع علينا كلنا بالعدل المطلق. دي ميزة مش موجودة في أي ثروة تانية على وش الأرض. طيب لو الكنز ده عظيم ومتاح للكل بالشكل ده، فين المشكلة؟ المشكلة يا جماعة بتبدأ من هنا، من أكبر كذبة، أكبر وهم بنقنع بيه نفسنا كل يوم، كذبة أنا ما عنديش وقت. بنفضل عايشين في سباق وهمي مع عقارب الساعة، وبنحس دايما إننا فقراء في الوقت ومفلسين. فكروا كده معايا بصدق، كم مرة رجعتوا من الشغل وحسيتوا بالإحساس الغريب ده؟ الإحساس إن اليوم خلص خلاص، كأن ال8 ساعات بتوع الشغل هم دول اليوم الحقيقي، وكل اللي باقي ده مجرد فتافيت وقت بنحاول نلملمها قبل ما ننام عشان نصحى ونبدأ نفس السباق من تاني يوم. وهنا بقى بنقع في أكبر غلط، أكبر فخ. بنبص لليوم على إنه 8 ساعات شغل، وال16 ساعة الباقيين بنعتبرهم مجرد مقدمة وخاتمة، مجرد هامش على جنب الصفحة، والصفحة نفسها هي الشغل. لكن الحقيقة إن اليوم 24 ساعة كاملين، وال16 ساعة دول مش هامش خالص، دول فرصة حقيقية لحياة تانية كاملة، حياة موازية نقدر نعمل فيها العجائب. ومن هنا بتبدأ رحلتنا الحقيقية لكشف السر، سر ال16 ساعة. دي هي الخريطة اللي هتوصلنا للكنز المفقود، الكنز اللي مستخبي في الساعات اللي كنا فاكرينها ضايعة أو مجرد وقت للراحة والاسترخاء. أرنولد بينت بيقدم لنا مفهوم عبقري جدا اسمه يوم داخل اليوم. الفكرة ببساطة إننا نصمم لنفسنا يوم شخصي تاني جوه يومنا العادي، يوم بيبدأ من لحظة ما بنخرج من الشغل لحد تاني يوم الصبح، يوم مخصص لينا إحنا وبس، عشان نطور نفسنا، عشان نمارس هواياتنا، عشان نحقق أحلامنا الصغيرة. والمقصود هنا مش إننا نضغط على نفسنا بمهام زيادة، لا خالص، المقصود إننا نستمتع بالوقت ده ونعيشه بجد. أنا عارف أول عذر هيجي على بال أي حد دلوقتي، بس أنا برجع من الشغل تعبان وهلكان ومفصول تماما. النقطة الحاسمة هنا واللي لازم نفهمها هي إن العقل مش زي العضلات. العقل مش بيتعب، هو بيزهق. كل اللي محتاجه مش نوم وراحة سلبية، كل اللي محتاجه هو تغيير النشاط. لما بتنقل عقلك من روتين الشغل لحاجة تانية بتحبها، ده بينشطه وبيجدد طاقته، مش بيستهلكها زيادة. وقبل ما نكمل باقي الحكاية الممتعة دي، لو المحتوى عجبكم ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، ده بجد بيشجعنا جدا إننا نستمر. طيب الكلام ده جميل قوي كنظرية، بس نبدأ منين عملياً؟ يعني أول خطوة على الخريطة دي فين؟ الكاتب بيدينا خطوات عملية وبسيطة جدا عشان الرحلة تبان ممكنة ومش مستحيلة، وما تتخضوش من البداية. البداية كلها في خطوتين 2 بس. الأولى تدريب العقل. وقت المواصلات بتاع كل يوم بدل ما يضيع في تقليب الموبايل من غير هدف أو في السرحان، ممكن نخصصه للتركيز على فكرة واحدة بس. ده تمرين عظيم بيعلمنا نسيطر على ذهننا ونوجه تركيزنا في المكان اللي احنا عايزينه. الخطوة التانية إننا نخصص 90 دقيقة، يعني ساعة ونص، 3 مرات بس في الأسبوع بالليل، مش كل يوم، مجرد 3 أيام. الوقت ده يبقى مقدس كده لتطوير الذات، نقرأ فيه، نتعلم لغة، نمارس هواية، أي شيء بنحبه وبنستمتع بيه.
وهنا بيجي تحذير مهم جدا من الكاتب، نصيحة من دهب، بيقول لنا نبدأ بهدوء ومن غير حماس زايد عن اللزوم. الحماس بتاع البدايات ده عامل زي عود الكبريت، بيولع مرة واحدة ويطفي بسرعة، بيخلينا نحط أهداف ضخمة ولما نفشل فيها بنحبط وبنستسلم. السر كله في البداية الهادية المستمرة. بصوا معايا كده، لو حسبناها بالأرقام هنلاقي إننا بنتكلم في حوالي 7 ساعات ونص بس في الأسبوع. ممكن يبانوا رقم قليل، لكن الكاتب بيوعدنا إن ال7 ساعات ونص دول لو اتصرفوا صح هيغيروا شكل الأسبوع كله. دول مش مجرد وقت زيادة، دول بمثابة الشاحن اللي هيشحن الأسبوع كله بالطاقة والحماس، لدرجة إن حتى ساعات الشغل نفسها هتتحول، لأنكم هتروحوها وانتوا حاسين إن حياتكم ليها معنى أعمق. وفي آخر فصل من حكايتنا بنوصل لاكتشاف مذهل، بنكتشف إن الكنز اللي كنا بندور عليه طول الرحلة دي مش مجرد ساعات زيادة أو إنتاجية أعلى، الهدف طلع أعمق وأغلى من كده بكتير، وهو ده اللي بيخلي الرحلة دي تستاهل كل التعب. النقطة الجوهرية هنا إن الهدف مش إننا نملى وقتنا بالمهام والأنشطة وخلاص، الهدف الحقيقي هو إننا نملى حياتنا بالمعنى والرضا. الكنز الحقيقي مش الساعات اللي بنرجعها، لا، الكنز هو النفس اللي بنرجعها، إننا نعرف نفسنا أكتر ونخلي أفعالنا ماشية مع مبادئنا وقيمنا. ودي هي المكافآت الحقيقية للرحلة، لما بتخصص وقت لنفسك عشان تفكر وتتأمل وتطور ذاتك، بتبدأ تطور منطقك وتعدل سلوكك للأحسن وتعيش حياة متوافقة مع المبادئ اللي بتؤمن بيها. ومن هنا بتيجي السعادة الحقيقية، مش من أي مصدر خارجي، السعادة اللي بتنبع من جوه، من الرضا عن النفس. وفي النهاية الدرس الأهم من الكتاب ده هو إن كل واحد فينا معاه ثروة يومية من 24 ساعة، والخيار في إيدينا، يا إما نسيبها تضيع يا إما نستخدمها عشان نبني الحياة اللي بنحلم بيها بجد. وقولوا لنا في التعليقات إيه الكتب أو الروايات اللي حابين نحكي حكايتها في المرات الجاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ومصادر الشرح ده هتلاقوها في الوصف. أشوفكم في حكاية جديدة.